بتصحى الصبح طبعا وانت مش قادر تقوم، وبتقعد بالساعات مش قادر تبدا اي حاجه، وزي ما انت بتعمل دلوقتي انت عمال تسكرول في الريلز، بتشوف اللي سافر واللي اتجوز واللي فتح شركه. الضغط المستمر والتوقعات اللي حواليك والمقارنات اللي مش بتقف اكيد طبعا سحبت منك طاقتك وخلتك في دوامه مش عارف تطلع منها ومش قادر تحقق حاجه، فطبعا بتكتئب، ولما بتكتئب اكيد بتفقد طاقتك اكتر، ونفضل نلف في نفس الدايره. وعشان نخرج بقى من الدايره دي، اول حاجه اعرف ان الشعور ده هيعطلك. انت مش فاشل، انت بس مستهلك جسديا وعقليا. جسمك محتاج راحه، نومك واكلك وحركتك. لو انت شايف الحاجات دي رفاهيه، هي بتاثر عليك اكتر ما انت متخيل. عقلك محتاج بريك من السوشيال ميديا ومن ضغط المقارنات، وتاكد ان كل شخص ظروفه غير التاني. اعمل خطوه صغيره ترجع لك شعور الانجاز حتى لو حاجه تافهه. انزل لعب مع صاحبك جيم واغلبه، ده انجاز. بس لو الدوامه دي بقت تقيله عليك بزياده ومش قادر تخرج منها، انت هنا لازم تطلب المساعده. ولو ما عندكش اصحاب او حد تقدر تحكي له وتفرغ عنده ويساعدك، فاحنا هنا في يوتوبيا هتلاقي حد يسمعك ويفهمك. محدش بيعدي الحياه من غير لحظات ضعف، وكونك حاسس بده دلوقتي ده مش معناه انك هتفضل فيه طول حياتك. انت مش لوحدك والحل دايما موجود، بس انت لازم تاخد اول خطوه.